بسم الله. السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله تعالى هنحل مع بعض في الدرس بتاعنا النهارده. اختبر نفسك حتى الدرس الرابع صفحه 25 في كتاب الاضواء. بسم الله نبدا مع بعض. اختر الاجابه الصحيحه. 67,835 بيساوي، لازم اكون اعرف اقرا العدد، لازم اعرف اقرا الاعداد. انا عرفت اقرا الاعداد فكل الدروس اللي فاتت دي سهله بالنسبه لي واللي جايه كمان. قرينا العدد ده ازاي مس؟ دول عدد مكون من 5 ارقام، اول 3 ارقام وحدات يعني احاد وعشرات ومئات، واللي بعدهم الوف، فده احاد الالوف عشرات الالوف. فانا بقرا ال 67 دي زي ما هي كده، و67 خلاص 67 ايه بقى؟ 1835. وبعدين قال لي بيساوي، طبعا عملها دي اسمها الصيغه الممتده يا ولاد. الصيغه الممتده يعني بكتب كل رقم في العدد بقيمته. دي 6 في خانة عشرات الألوف تبقى 60,000، زائد 7 في خانة أحاد الألوف تبقى 7,000، زائد 5 اللي هي الأحاد، وبعدين 3 اللي هي العشرات بقت ب30، زائد دي كام؟ دي 8 في خانة المئات تبقى كام يا مس؟ تبقى 800. حلو أوي. إذا كان السؤال التاني، إذا كان عدد من شاهد إحدى مباريات كأس العالم في كرة القدم 67,385 مشجعا، فإن القيمة المكانية للرقم 7 في هذا العدد 7 أهي. في خانة إيه؟ القيمة المكانية يعني عايز يقول لك الخانة بتاعته إيه؟ زي ما اتفقنا دول أحاد عشرات مئات، خلاص دي ألوف. أول خانة برضو في خانة الألوف هي أحاد الألوف أهي، رقم ب. طيب 510 بكتب 500 و10 يعني لها صفر زيادة تبقى 5000. الألف هو أصغر عدد مكون من 4 أرقام. ألف أهو واحد وقدامه 3 أصفار، فده أصغر عدد مكون من 4 أرقام. 5 ملايين و5 آلاف، 5 ملايين يعني 5 في أحد الملايين. 5000 دي يعني أحد الألوف، يعني عندي مئات الألوف فاضية، عشرات الألوف فاضية، بكتب 5 في خانة أحد الألوف وبعدين فاصلة، وعندي الأحاد والعشرات والمئات أصفار، يبقى 5 ملايين و5 آلاف اللي هي الإجابة رقم ألف. ثانيا أكمل ما يأتي. قيمة الرقم 3 في العدد ده هو 3 اهي. عايز يقول لي إيه قيمته؟ بتكتب 3 وبتكتب كل الأرقام اللي قدامها صفار، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وتحط فاصلة بين 3 أرقام بعد كل 3 أرقام، ولازم تكون عارف ان قيمتها 30,000. يعني مش هكتبها بس، لازم اكون عارفه قيمتها كمان. بس انا بقول لك طريقه كتابتها ازاي. اكبر عدد مكون من الارقام دي، اكبر عدد باجي من الشمال بكتب اكبر الارقام اللي هي 8 وبعدين 6 وبعدين 5 وبعدين 4، 8654. خد بالك انا كل رقم باخده بعمل عليه خط كده عشان ما اتلخبطش. طيب جايب لي رقم مكتوب بالصيغة الممتدة وعايزين نكتبه بالصيغة القياسية. بقول لي بيساوي يعني عايزين نكتبه بالصيغة القياسية. 30,000 زائد 7,000، 30,000 يعني عدد 3 في خانة عشرات الألوف، 7,000 يعني 7 في خانة أحد الألوف، وبعمل فاصلة. 548 سهلة دي، 548. طيب ده كده اسمه، او الشكل ده اسمه الصيغة التحليلية للعدد. الصيغة التحليلية للعدد، وانا شرحت الدرس ده في الفيديو اللي فات، هسيبه لك في نهاية الفيديو ترجع تشوفه لو كنت لسه ما تعرفش يعني ايه الصيغة التحليلية للعدد. ده عدد او ارقام العدد مضروبة في القيمة المكانية بتاعتها. يعني 3 في مليون يعني 3 في خانة الملايين، بكتب 3 في خانة الملايين اهو، في زائد 5 في 100,000 يعني 5 في خانة مئات الألوف 5، زائد 8 في 100 يعني عندك بقى كل الأرقام بعد كده فاضية، كل الخانات بعد كده فاضية لحد ما توصل لخانة المئات. يعني ايه يا مس؟ دي 5 دي في خانة مئات الألوف، عشرات الألوف فاضية، أحد الألوف فاضية، وأعمل فاصلة. 8 في خانة المئات يبقى 8،
وقدامها صفرين اللي هو العشرات والمئات والعشرات والآحاد كمان فاضيين. يبقى 3,500,000 وإيه و800 و500,000 و800 صح. تمام. ثالثا أجب عما يأتي. اكتب الصيغة اللفظية للعدد 3420. 3000 أهي. 3,420 بس. خلاص. اكتب العدد ده بالصيغة الممتدة. سهل قوي. بكتب الأربعة في خانة. تعالوا نقرا العدد الأول مع بعض. 4832. 4 في خانة أحاد الألوف يعني 4000. وأقول له زائد. 8 في خانة المئات يعني ب800. وأقول له زائد. 3 في خانة العشرات ب30. وأقول له زائد 2 في خانة الأحاد تبقى ب2 زي ما هي. دي كده اسمها الصيغة الممتدة. يبقى في فرق بين الصيغة التحليلية للعدد والصيغة الممتدة للعدد. طيب تمام. السؤال رقم 3. استخدم جدول القيمة المكانية لتكون وتحلل العدد التالي. يعني نكتبه مرة بالصيغة التحليلية ومرة نكونه. تكوينه يعني اكتبه زي ما هو كده اهو. ابدأ كده زي اكتبه زي ما هو مكتوب كده. 0 3 7 0 0 4 1 0 2 3. وتعالى بين كل 3 أرقام وحط فاصلة. ابدأ من الشمال من اليمين. عد 3 أرقام وحط فاصلة. 3 أرقام وحط فاصلة. يبقى العدد بتاعي ده اهو 3,201,400,730. شوف انا بقرأ منين؟ بقرأ من الشمال. كتبته زي ما هو مكتوب في جدول القيمة المكانية وبقرأه من الشمال. تحليله بقى او الصيغة التحليلية بتاعته 3 مليار يعني 3 مضروبة في مليار. المليار اللي هو 1 قدامه 9 اصفار. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. يبقى 1 3 ايه؟ يبقى كده 3 مليار زائد. خلاص اهو 200 مليون. 200 يعني 2 في خانة مئات الملايين يعني 2 في مئات يعني 100. مليون يعني 6 اصفار. 1 2 3 1 2 3. تمام. زائد عشرات الملايين فاضية لكن أحد الملايين فيها 1 يعني 1 مضروب في مليون. مليون اللي هو 1 قدامه 6 اصفار اهو بالشكل ده. حلو أوي. سهل أوي كمان. 400,000 يعني 4 مضروبة. دي 4 في خانة مئات الألوف يعني 4 مضروبة في 100. و1000 يعني 3 أصفار كمان. يبقى 4 في 100,000 زائد عشرات الألوف فاضية. أحد الألوف فاضية مش هكتبهم بقى خلاص. 7 في خانة المئات يعني 7 في 100. وأقول له زائد 3 في خانة العشرات يعني 3 في 10. وبكده خلصنا العدد بالصيغة التحليلية. لان طبعا خانة الأحاد عندي فيها صفر فخلاص مش بحسب الصفر. ودي كده اسمها الصيغة التحليلية للعدد. خلاص. يبقى انا كده حليت معاكم اختبار حتى الدرس الرابع. وكمان شرحت معاكم الدرس الرابع في فيديو سابق. بس نحط لايك للفيديو لو سمحتوا عشان الفيديوهات تظهر لأكبر عدد من زمايلنا. تمام. ونكتبوا لي في التعليق لو انتم محتاجين اي حاجة اشرحها لكم او احلها معاكم. وربنا يوفقكم رب العالمين. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.